من ضمن الحاجات المهمة اللي المفروض نتعرف عليها عشان نتكلم انجليش كويس حاجة اسمها السبيشال ديفيكولتس. سبيشال ديفيكولتس هي بالانجليش اسمها سبيشال ديفيكولتس، لو هنترجمها بالعربي هتبقى معناها الصعوبات الخاصة. يعني بتبقى حاجات صعوبات ليها نوع معين، هي اسمها كده، مش بالضرورة انها حاجات صعبة، لكن بالضرورة هي اسمها كده، اسمها السبيشال ديفيكولتس. سبيشال ديفيكولتس بالانجليش هي بتبقى نوعين. عشان نتكلم انجليش كويس المفروض نتعرف على السبيشال ديفيكولتس دي عشان نقدر نعرف نتعامل مع الانجليش ازاي. السبيشال ديفيكولتس دي بتبقى نوعين. يعني ايه سبيشال ديفيكولتس اصلا؟ يعني معناها كصعوبات خاصه، هي اسمها كده، ترجمتها بالعربي تبقى صعوبات خاصه. بس ايه المقصود بيها؟ المقصود بيها ان في الانجليش بعض الكلمات نطقها بيتشابه جدا. بعض الكلمات النطق بتاعها بيتشابه، بيكون نطق متشابه جدا، لكن المعنى مختلف جدا طبعا، لكن النطق هو اللي بيتشابه. فده بيبقى فيه نوع من الصعوبة شوية في نطق الكلمة، عشان يبقى يعني لأن في كلمات متشابهة ليها. وطبعا في نماذج كتير جدا للسبيشال ديفيكولتس بأنواعها المختلفة طبعا، بس احنا دلوقتي بنتكلم على الفكرة العامة للسبيشال ديفيكولتس. فالسبيشال ديفيكولتس في الانجليش اللي هي في كلمات بتبقى النطق بتاعها متشابه لكن المعنى مختلف طبعا. فهنا الصعوبة بتبقى مش في المعنى طبعا، لأن المعنى مختلف بين الكلمات دي وبعضها، لكن الصعوبة هنا بتبقى في النطق. بنطق الكلمة دي لأن في كلمات تانية شبيهة ليها. وبالمناسبة سبيشال ديفيكولتي مش بس في الانجليش، في لغات تانية كتير وبالذات في الفرنسية مثلا، فهي مش خاصة بالانجليش بس هي في الانجليش اسمها سبيشال ديفيكولتي، بالانجليش اسمها سبيشال ديفيكولتي. فالسبيشال ديفيكولتي نوعين. نوع ان هو بيكون الكلمات متشابهة جدا في النطق، فممكن النطق لو ما تنطقش صح قوي يدي كلمة تانية. ده نوع من السبيشال ديفيكولتس والنماذج عليه كتيرة جدا طبعا، بس احنا بنتكلم في الفكرة العامة. في نوع تاني من السبيشال ديفيكولتس بيكون الكلمات مختلفة جدا في النطق لكن المعنى متشابه. فهنا بقى السبيشال ديفيكولتس ما بيبقاش في نطق الكلمة، لا، في اختيار المعنى المناسب، لان الكلمات متقاربة جدا في المعنى، لكن ال انهي كلمه هي الانسب في المعنى ده، لان هي متقاربه جدا في المعنى. ففي نوعين من السبيشال ديفيكولتس في الانجليش المفروض نتعرف عليهم كويس جدا، اللي هم نوع بتبقى كلمات متشابهه في النطق جدا لكن مختلفين في المعنى طبعا، فهنا بتبقى السبيشال ديفيكولتس خاصه بالنطق. وفي كلمات بتبقى كلمات مختلفه جدا في النطق لكن المعاني بتاعتها قريبه جدا، فبتبقى السبيشال ديفيكولتس هنا في اختيار الكلمه الانسب للمعنى ده. فستيب باي ستيب نقدر نفهم دي ان ديتيل اكتر الفكره بتاعت سبيشال ديفيكولتي، سواء النوع ده او النوع ده، ستيب باي ستيب. بس دلوقتي احنا بس نحاول نفهم مع بعض فكره السبيشال ديفيكولتي واهميتها، ان انا عشان اتكلم انجلش بشكل كويس. and good luck.